صباح الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا عارفه ان الاولاد زهقوا من الاكل. فقلت لهم طب فول وطعميه. قالوا لي لا يا ماما، طب اعمل لكم ايه؟ قلت لهم اعمل لكم فطاير سريعه كده. هنعملها محشيه بالجبنه من جوه. عندك مثلا حاجه متاحه اعملي منها. مثلا في شوكولاته، ممكن تحشيها شوكولاته، ممكن تحشيها جبنه، ممكن تحشيها مربى. اللي انت عايزاه يعني. دلوقتي انا هحط هنا اهو. إيه، وحاجة برضه مكون كده احطه. دي الكوباية، دول 4 كوبايات دقيق اهو، بالكوباية دي، بالمج ده. هنحط دلوقتي مع بعض. ادي كوباية مية اول واحدة عشان ما نكترش. هنحط معاها معلقة سكر وادي التانية معلقتين سكر اهو. ماشي. مع ذرة ملح. زي ما قلت لكم قبل كده، اول حاجه عشان تعملي الفطاير او المعجنات بتاعتك في الشتاء بالذات غير الصيف، هتحطي السكر. تبقى الميه اول حاجه الميه دافيه. تاني حاجه السكر والملح هتدوبيه وكوبايه الميه كده زي ما انا بعمل كده. طبعا في مكون معانا كله هيتفاجئ يمكن بيه، وممكن معظم الناس بتعمله، بس دي انا يعني انا بحط وقت الفطير دي. انا مش هيريح كتير معايا. هحاول اخليه يريح حتى 5 دقايق بس. احط فيه ايه عشان يتظبط معايا؟ معلقه بيكنج باودر. ماشي يا حبايبي، عشان يتظبط معايا، لان دي فطاير سريعه يعني، مش هنريحها نص ساعه او ساعه. اهي نقلبها مع بعض كده الحاجه اللي معاها. بيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي الله يا حبيبتي كده وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله. اهو اهو. طبعا انت بتحطي بالراحه كده، عشان ايه؟ في نوع دقيق بيشرب الميه، وفي نوع دقيق ما بيشربش الميه. اهو حاجه بسيطه كده، الاولاد يفطروا برضو. طبعا الايام دي في الاولاد كلها قاعده في البيت فبيزهقوا من الاكل. اهو. بص يا حبايبي، انا حطيت على ال4 كوبايات دي دول كوبايه ونص ميه. وانت برضو ايدك مع عينك ميزان في العجينه بتاعتك، عشان زي ما قلت لكم في عجينه بتشرب ميه وفي عجينه بتنطر الميه بتاعتها. خدوا بالكم من النقطه دي عشان ما تقعدوش تزودوا دقيق وتزودوا ميه. انا حطيت على 4 كوبايات ميه على إيه 4 كوبايات دقيق على كوبايه ونص ميه. بس يا حبايبي سيبوهم بقى، سيبها 5 دقايق كده عما تجهزي الطاسه بتاعتك او الحاجه اللي انت تعملي فيها على البوتاجاز. دي زي ما قلت لكم فطاير سريعه كده، عشان كده انا حطيت عليها معلقه بيكنج باودر عشان تتنفخ، وهنعملها مع بعض. يلا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ رجعت لكم اهو تاني. معلش والله الفيديو هينزل لكم متاخر لان حصل لي موقف كده. يعني انا مش عايزه اوصل لكم طاقه سلبيه. ازاز البوتاجاز نزل 100 حته. معرفش ده ايه بصراحه، فيدوني قولوا لي ده ايه. حقكم عليا ان لو الفيديو نزل متاخر. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله، انا زعلت فعلا لدرجه ما عيطت، بس هعمل ايه؟ الحمد لله. موقف كده لما تكوني قايمه الصبح تعملي فطار لاولادك ولا تعملي حاجه، هيحصل الموقف ده معاكي. فالحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. كل اللي يجيب ربنا نعمه ورضا. بس هو موقف زعلني والله فعلا يعني. تعالوا معايا، انا معلش حقك عليا. انا قطعتهم اهو. بسم الله ما شاء الله. تقطعوا معانا ادي 1 2 3 4 5 6 7. وفي حته صغيره برضو هنحطها في قلب فطيره. او نحطها مع فطيره كده زي كده. هخليها تبقى فطيره كبيره شويه عنهم، معلش. اهي. سامحوني يا حبايبي لو انا نزل المقطع ده غصب عني وانا بصور، ان طبعا قلنا نسيبها 5 دقايق او 10 دقايق
يعني عم تعملي سمنتك وتعملي بوتاجازك وتجهزي حالك كده على الرخامة. نحط معلقة سمنة بسيطة كده ونحطها برضه هنا ونوطي عليها النار. ما تنسيش توطي النار بتاعتك عشان تطلع مظبوطة معاكي. لما تلاقيها فيها حاجة نعمل انا قلبتها حبايبي اهي. بصوا نسيبها برضو كده وطي النار عليها شوية. الفطيرة التانية ونرجع نكمل فرد الفطيرة بتاعتنا دي اهي. يبقى كل ما عايزة توسعي معاكي وسعي طبعا زي ما احنا اهو. برضو معلقة
اهي كملنا دي اهي، يعني الجزء اللي كان مقطوع حطيه، حط الاولاني الجزء الاولاني عشان الجبنه حطيه من كده، وبعد كده اهو اهو اهي، تبقى جميله قوي اهي. افرديها برضو بايدك شويه كده عشان تبقى حلوه اهي، تطلع مثلثه تطلع مربعه، هي تطلع كده تبقى جميله. هوريها لكم دلوقتي. اهي بط، اهم حاجه النار عليها. بصوا هي كانت صغيره، بصوا بيكنج باودر بيعليها ازاي. بصوا اهم حاجه قلبيها كده كل شويه اهو اهو، ووطي عليها النار. ولو خايفه من التسويه بتاعتها ولا حاجه، طبق عندك كده يكون واسع استانلس، قومي عامله كده، يقوم السخونيه كلها تدخل جواها فتسويها كلها. ماشي يا حبايبي، دي فكره برضو جميله جدا وعجبتني. بصوا يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، خلصت اهي الفطاير السريعه بتاعتي. طم رحيم، يا رب تعجبكم. اهو، بألف هنا على قلبكم وعلى قلبنا.